الكتاب اللي غادي نهضروا عليه اليوم سميتو بيك وديال اندرسون اريكسون وروبرت بول. بيك المعنى ديالها هي القمه. في هذا الكتاب كيشرح لنا واحد المعلومات مهمه. الكاتب في هذا الكتاب كيقول لنا بان فاش كنشوفوا شي واحد واعر دائما كنمشيو للفكره ديال انه عنده واحد الموهبه ربانيه هي اللي خلاته يولي واعر، بحال مثلا الا شفنا كريستيانو ديال الكره، ميسي في كره حتى هو، واشخاص في مجالات اخرى في العلم. حسب الكاتب كيقول لك هاد الهضره ما كايناش. الموهبه كتعطي واحد لافونتاج في الديبار، ولكن من بعد ما كتبقاش مهمه الموهبه. والموهبه الحقيقيه كاينه عند كل شيء، ما كايناش غير عند بعض الناس. حسب الكاتب الموهبه اللي كاينه عند الناس كاملين وما عارفينهاش هي القدره على التكيف، ماشي التكيف اللي نتوما كتظنوا، اي ان الانسان يقدر يتبدل عن طريق الممارسه. وهذه موهبه مهمه بالنسبه للكاتب. وكيقول لنا كاينين 3 ديال الانواع ديال الممارسه. كاينه الممارسه العشوائيه، اي انك كتبقى دير واحد الحاجه كل نهار ولكن ما كتعلم حتى شي حاجه وما كاين حتى شي هدف من موراها. وهادشي علاش كنلقاو بعض المرات اساتذه عندهم 30 عام في الحرفه، طبيب عنده 30 عام في الحرفه، ولكن كتلقاه ماشي كومبيتون، ما مزيانش، والناس ما كيبغيوش يمشيو عنده. علاش؟ لان عنده الممارسه العشوائيه، نايف براكتيس بلونجلي. الممارسه الثانيه هي الممارسه المقصوده، واللي كيكونوا فيها 4 ديال الاشياء مهمه باش ديرها. اولا يكون عندك واحد الهدف معين، علاش انت باغي تمارس واحد الحاجه واحد المده طويله، وترسم خطه فين غادي. الحاجه الثانيه هو كيقول لك التركيز. فاش كتكون كدير الممارسه خاصك تكون فولي فوكست، اي مركز على شنو كدير، وما تبقاش تيك توك بري مره خرج هنا طلع هنا شنو واقع. الحاجه الثالثه هي دراسه النتائج او ما يسمى بالفيدباك، اي حاجه درتيها خاصك ترجع تشوف واش مزيانه ولا لا، يا اما انت تقلب راسك او شي واحد اخر يشوف النتائج ديالك ويعطيك الفيدباك ديالو. والحاجه الرابعه انعدام منطقه الراحه، الكومفورت زون. وكيقول لك الكومفورت زون هي اللي كتخلي الناس ما يتعلموش. وعطى مثال ديال الناس اللي كيديروا كمال الاجسام. في معظم الاحيان الا كان شي واحد كيدير كمال الاجسام يكتب لنا في الكومونتير ويشرح لنا واش الفكره صحيحه ولا لا. كيقول لك الا كنتي كتريني ضروري من السيت الاخرانيه دير شي تقل ما قادرش انت تهزو. موالف كدير 10 غتهز واحد الثقل اللي موالفش كديرو، ودير غير 5 ولا 6، كتصدم الجسم ديالك، كتحطو خارج الكومفورت زون، وهكا كيبدا يتعلم. اذا كل مره خاصنا ندخلوا نتعلموا شي حاجه ما مولفينهاش باش ما نولفوش الراحه. وهادو هما اهم حوايج اللي كاينين في الممارسه المقصوده. والحاجه الثالثه هي الممارسه المتعمده، deliberate practice. هنا الكاتب كيقول لك نفس الهضره اللي كاينه في الممارسه المقصوده، غير غتزيد عليها اللي كنسميه انايا ب 3 دي، اي شي مينتور ولا كوتش اللي كيشوف اش كدير وكيعطيك الفيدباك ديالو، كيبقى غادي معاك، خاصه الا كان اكسبير في المجال ديالو، كيقدر يوصلك قبل ما يوصل هذاك اللي كيدير الممارسه المقصوده. وحاجه اخرى مهمه كان قالها الكاتب من غير هاد الممارسات اللي ذكرناهم ب3، واللي خاصك تكون يا اما في الممارسه المقصوده ومن بعد تدوز الممارسه المتعمده اللي هي deliberate practice، عن طريق يكون معك شي واحد اللي كيديك. كيقول لك خاصك ديفلوبي واحد الحاجه سميتها mental representation. هذه ما عرفتش نترجمها بالعربيه، كتبوها لي نتوما بالعربيه، واللي هي عندها علاقه بانك تتذكر معظم الاشياء اللي كتشوفها خلال الممارسه ديالك، تعقل عليها في الميموار ديالك. ونعطيو واحد ليكزامبل، ميسي فاش كيلعب كره كيقدر يعقل على جميع اللعابه فين كاينين وكيفاش كيمشيو، وكيقدر يفكر فين غادي يمشيو. هادشي علاش هو كيقدر يعطي باس بلا ما يشوف. وحنا كتبان لنا راه قضيه راه صعيبه، غير هو عنده المينتال ريبريزنتيشن، اي كيقدر يعرف كل شيء قبل ما يطرا عن طريق الممارسه. بطبيعه الحال ما كيجيبش شي حاجه جديده، لانه كيلعب بزاف ديال الماتشات كيديفلوبي هذا الميموار. وهذه الفكره راه كيديروها حتى صحاب الشطرنج، وهما الاولانيين فيها. كيقدر يشوف كاع هذوك لي بيون ديالو، وكيقدر يعرف الحركات اللي غادي يدير والنتائج ديال دوك الحركات قبل ما يداروا. وبعض الاحيان كيعرف الماتش والساله غير من جوج ديال الحركات الاولى. وهذه هي المينتال ريبريزنتيشن اللي كديفلوبا عن طريق الممارسه المقصوده، غير خاصك تخدم عليها حتى هي. حاجه واحده اخرى كيهضر عليها الكاتب هي الفكره ديال 10000 ساعه باش تولي اكسبير في شي مجال. وهنا فين غادي نرجعوا للفكره الاولانيه اللي هي الممارسه العشوائيه. كيقول لك اي واحد يقدر يضرب 10000 ساعه في مجال وما يتعلم والو. وعطينا كما قلنا في الديبار في المثال مثلا اطباء، اساتذه اللي ما كيبغيوش يديفلوبيو من راسهم وكيبقاو في الكومفورت زون ديالهم، يقدروا يضربوا 20 عام 30 عام 40 عام في مجال وما يكونش عندهم اكسبيريونس كبيره، وما يكونوش كاع كيعرفوا يتعاملوا حتى مع الناس. اذا 10000 ساعه بوحدها ما كافياش. الا عجبكم هذا الفيديو بغيتو نبقاو نهضروا على بحال هذا الشكل ديال الكتوبه،
قولوها لي في الكومونتير، وإلا عندكم شي كتاب بغيتو نهضروا عليه حتى هو كتبوه لي في الكومنت، وبارطاجيو هذا الفيديو إلا عجبكم، لان كنظن فيه بزاف ديال المعلومات غتغير بزاف ديال الناس، لا من الناحيه الماليه لا الاجتماعيه لا المهنيه حتى هي براسها. وانا كنظن بان هذا الكتاب اللي سميتو بيك يقدر يبدل لكم الحياه الماليه ديالكم والمهنيه بشكل كبير الا بديتوا كتطبقوه بواحد الشكل مباشر يوميا في المجال اللي كتخدموا فيه، لان هاد الافكار كيقدروا يتحطوا في جميع المجالات، ما عندهمش علاقه بمجال واحد. وحتى الكاتب ذكر بزاف ديال المجالات وبزاف ديال الناس اللي اكسبير في المجال وكيمشي بهذا الميثود هذه، وكاين لي زيكسبير اللي كيمشيو بهذا الميثود لانهم عارفينها، وكاين اللي ديفلوباوها بطريقه غير مباشره، اي هو ما عارفش ولكن كيديرها. وتقدروا نتوما منكم اللي كتفرجوا دابا، البعض منكم كيدير هذا الشيء غير هو ما عارفش انه كيديرها، ولا كنتو ديروها كتبوا لي في الكومونتير. بالنسبه للناس اللي عندهم مع لونجلي، دابا من سمعتوا هذا الشرح او نديروا خلاصه على الكتاب، واش ما يستاهلش ان الكتاب يتقرا؟ نعطيكم انا الراي ديالي فاش كنسمع شي خلاصه ديال شي كتاب وكيبان لي مزيان، بالعكس كيكون عندي موتيفاسيون انني نقرا. غير الطريقه ديال القراءه كتبدل على الطريقه التقليديه ديال قراءه الكتب، اي ان معظم الناس فاش كيشوفوا شي كتاب كيحاولوا يقراوه كامل، وكيحاولوا يقراو حتى ديك البدايه اللي كتكون في الكتاب، اللي بعض المرات كتكون موجهه غير لبعض الناس والعائله اللي عاونوه باش دار الكتاب الى اخره، وهذا كيقدر يضيع للناس بعض المرات الوقت. بالنسبه لي انايا هذا الكتاب هذا ديال بيك الا بغيتوا تقراوه حاولوا من هذا الشيء كامل المصطلحات اللي استعملت، الا عجبكم شي مصطلح وبغيتوا التدقيق، لانه هكاك راكم شفتوا الافكار كانت افكار اللي هي جينيرال ولكن ماشي دقيقه جدا. الا عجبتكم شي فكره من هذه الافكار كامل اللي قلت، غادي تحاولوا تمشيو لهم في هذا الكتاب وتمشيو تقصدوا نيشان الباج اللي كاينه كتهضر على ذاك الموضوع. نعطيو امثله: The Power of Purposeful Practice، وهنا فين هضرت على الممارسه المقصوده، القوه ديالها. هنا غادي تلقاو بزاف ديال الديتيلز اللي كيهضروا على القوه ديال الممارسه المقصوده. كاينه عاوتاني الادابتابيليتي، اي القدره على التكيف الا كان مهم هذا الموضوع تا هو تقصدوه. كاين principles of deliberate practice on the job، هنا كيعطيك عاوتاني دقيقه القضيه بالنسبه الممارسه المتعمده كيفاش دير ليها الى اخره. وعاد هنايا في الثامنه كاينه what about natural talent، الناس اللي مازال كيظنوا ان خاص تكون عندك واحد الموهبه باش تدخل لواحد المجال. هنا كيشرح لك الكتاب علاش الموهبه غير مهمه، وفي البدايه كتعطيك واحد الادج، كيبان الفرق بينك وبين الاخرين، ولكن ما كتقدرش تصيفطك واحد المده بعيده. حتى في كره الاخوان مثلا، الا كان شي واحد عنده مع كره وكيعرف يلعب مزيان وعنده واحد الموهبه في كره، الا ما كانش عنده الكونديسيون فيزيك راه غادي يدخل التيران غادي يعيا في واحد المده قصيره، نص ساعه ما يقدرش يواكب الريتم ديال الماتش، وفي معظم الاحيان غادي يعيا. وهذا الشيء علاش كنقول لكم الموهبه غير ضروريه، ولكن الفكره ديال التكيف هي اللي مهمه. حاولوا تقراوا الكتاب، ماشي تشوفوا هذه الخلاصه هذه وتحبسوا، خاصه الناس اللي كيهضروا بالونجلي. الناس اللي كيقراو بالعربيه ما عرفتش بالضبط واش كاين. الا كان الاخوان هذا الكتاب بالعربيه كتبوا لنا العنوان ديالو في الكومنت باش يحاولوا يقلبوا عليه الناس ويحاولوا يقراو وياخذوا معلومات جيده.